السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب، ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. النهارده معانا انتاج حلو جدا جدا في قلب الفقاسه. هي الكميه مش كبيره، بس التهجين اللي معانا المره دي مختلف. يعني هو مش كل التهجين اللي موجود مختلف، لا، التهجين اللي موجود معانا المره دي مختلف. هي البيض مش بتاعي عامه، بس بتاع حد بيجيب عندي. يا ريت نسمي بالله كده ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ماشي. التهجين اللي موجود معانا النهارده فراخ بيضه مع هندي. بسم الله ما شاء الله. دي تهجين ابيض مع هندي. ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب. ده تهجين ابيض مع هندي، بسم الله ما شاء الله. وفي برضو جميزه مع ساسو، اللهم صل على محمد. وجميزه مع هندي وساسو مع هندي. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. ربنا يبارك لي الجميع يا رب ان شاء الله. اهو قدامكم اهوت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك لي الجميع يا رب، اللهم امين. هنبدا بقى نلم الكتاكيت، لان صاحبهم جاي واقف بره ومستعجل عايز الكتاكيت بتاعته، فهنبدا ان احنا نلمهم له. ادي 2، بسم الله ما شاء الله. ادي 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20. هو كان جايب لي 25 بيضة، منهم كتكوت مات بعد ما فقس اهو. ده مات اهو بعد ما فقس. نطلعه عشان ريحته بقت فظيعة. افتح بس الكاميرا شوية الإضاءة. بعد ما فقس معانا مات، وفي بطين فاضيين، وكان في بطين كمان وانا بفرز البيض كانت نسبة الخصوبة فيهم ضعيفة جدا جدا. فانا قلت له يا ابني اللي فيهم كتكوتين بتاع بطين مش هيكملوا. وفعلا اللي انا حسبته لقيته. وده باقي القشور اللي موجودة معانا اهيت. طلعوا له 20 كتكوت من 23 بيضة كانوا مخصبين. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. البطايه ديت جعجعه اهيت. ربنا يبارك ليا وليكم يا رب امه محمد اجمعين. هو بيرن عليا اهوت. هطلع بس اسلمه الحاجه بتاعته وهاجي اكمل معاكم ان شاء الله. معلش يا حبيبي اتاخرت عليكم، لان كان في حادثه حصلت هنا على الطريق بتاعنا. هي بلد جنب مني، قريبه مني جدا جدا، بس حادثه صعبه. يا رب محدش يشوفها ولا تنكتب على اي حد يا رب، ويفدي ولادنا وولاد المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين. واحد كان بيعيد على والدته ومركب ولاده الثلاثه معاه، بنتين وولد طفل عنده سنتين، والبنتين صغيرين مش كبار. فكلب طلع يعترض الطريق بتاعهم، فهو خاف على اولاده من الكلب. يا شوفوا سبحان الله، خاف على اولاده من الكلب وما يعرفش ان القدر مستنيهم ان هم يحصل فيهم حاجه اقوى. فربنا يرحمهم يا رب وتغمدوا بواسع رحمته. طلع كلب قدام منهم اعترض طريقه، فهو خايف على اولاده من الكلب. دي البطيه اللي فاضله معانا هنا، حطها مع الطور بتاعتي. فهو بيبص ورا منه عشان يبعد الكلب عن ولاده. شوفوا قدرة ربنا، عشان يبعد الكلب عن ولاده. اللهم صل على محمد. الكلب أزح قدامهم، وهو بيبص على الكلب عشان يبعده. الموتوسيكل أخد اتجاه غير اتجاهه خالص، طار بيهم من فوق الكوبري. وقع هو وولاده بالموتوسيكل في قلب البحر. منظر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يرحمهم يا رب. مات بنت، ماتت، والولد لحد الآن مش عارفين يوصلوا للجثة بتاعته. والبنت التانية في المستشفى، الله يكون في عونها ويشفيها يا رب، يعوضهم خير في الاتنين اللي راحوا يعلم بيها. الطفل لحد الآن سنتين، بقالهم 3 ساعات بيدوروا عليه مش لاقيينه. فربنا يصبر قلب أمهم. يعني أمهم كانت عند والدتها، وهو كان بولاده عند والدته. يعني هو واخد ولاده ورايح يعيد على والدته، وهي كانت راحت تعيد على قريبها رايحة لوحدها، وهو خد ولاده يا عيني وراح يعيد على أمه هو، ورجع بهم يا عيني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يصبر كل من كان يا رب على مصيبته. يعني منظر او الواقعة نفسها وحشة جدا جدا في ايام زي دهيت. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهاليهم. الطفل يا عيني، يعني فريق الانقاذ بيدور عليه لحد الان 3 ساعات متواصلين مش عارفين يوصلوا للطفل. الله اعلم ان كان البحر خده ومشى، الميه خدته ومشت، او هو اتغرز المكان اللي وقع فيه. هم ما عندهمش خلفيه انه يكون اتغرز في الطين. الله اعلى واعلم. يا ريت الكل يا جماعه يدعي لهم
ان ربنا يعطرهم في الطفل ده عشان لما يندفن حتى يعرفوا هو ان هو اندفن، يبرد نارهم شويه ويشفي لهم البنت اللي في المستشفى ويرحم اللي ماتت يا رب اللهم امين. يعني راجل بيعيد بولاده يدفنهم بايده يا عيني، يعني هو بيعيد بيهم ما يعرفش ايه اللي مستنيه وهو راجع، هو ما يعرفش ايه اللي مستنيه وهو راجع. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حتى ما طلعش ورا بناته اللي طلعت المستشفى، هو فضل في البحر يدور على ابنه. والناس اللي شالوا البنتين منهم واحده على ما وصلوا المستشفى كانت توفت او توفت في الطريق قبل ما توصل، الله اعلى واعلم، بس توفى منهم بنت والتانية بين الحياه والموت. ربنا يفك ضيقتها يا رب ويشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب اللهم امين بحق الايام المفترجه. الكل يدعي لهم يا جماعه ان ربنا يصبرهم ويصبر قلب امهم وقلب ابوهم يا رب، ويجعل مثواهم الجنه اللي ماتوا، ويشفي البنت اللي فاضله يا رب اللهم امين يا رب. حقيقي صدمه صعبه جدا جدا لكل اهل البلد اللي هم فيها، ولكل اهل الخط بتاعنا كله صدمه صعبه، لان احنا الخط عندنا هنا كله يعتبر واحد بلد واحده، لاننا كلنا نعتبر شبكه ببعضنا، كلنا اهليه ببعض، فاللي بيحصل له حاجه الكل بيزعل علشانه. يعني احنا هنا كلنا نعتبر يعني هي ايه قرى صغيره، يعتبر كلنا بلد واحده. القرى عندنا هنا صغيره مش كبيره، فبنعتبر كل القرى هنا تعتبر بلد واحده. فربنا يصبرهم يا رب ويرحمهم برحمته الواسعه، وربنا معاهم يا رب اللهم امين. انا سلمت الفراخ وجالي كميه البيض دي، فقلت بقى ارصها بقى دلوقتي عشان ما اسيبهاش بره الفقاسه بس واركنها عندي، بما ان في مكان اهو احاول ان انا احشرهم بس حتى كده اهو لحد بس ما اجي افرزهم ونشوف الدنيا فيها ايه. يعني في التقليب اقلب بالراحه كده لحد ما اعرف اتصرف فيهم، لان دول الكميه دي جايه من بيت واحد. احطهم له حتى انا اهوت مع البيض بتاعي، البيض البط ده عادي، وابقى ايه وقت التقليب ابقى عارفاهم، بس عشان يبقوا مع بعض في مكان واحد بس احاول اهول الرف كده. فيا جماعه كل واحد ربنا يصبره على بلوته وعلى مصيبته، يعني كل واحد ربنا يصبره على بلوته وعلى مصيبته، كل واحد بلوته شكل ومصيبته شكل، فربنا يصبر كل واحد على مصيبته يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين. الحادثه صعبه جدا جدا، يعني هو ابنه راكب قدام منه وفجاه ما لقاهوش، يعني راكب قدامه كده فجاه ما لقاهوش، فربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا يا رب اللهم امين. كمل بقى كده رص البيض ونشوف ايه اللي معانا. الرف ده مفيش فيه كميه بسيطه هشتلها احطهم في اي مكان على وش طلوع، وابدا ارص بيض الفراخ اللي فاضل معايا ده، الكميه اللي فاضله معايا هرصها في الرف من فوق، هخلص وهرجع لكم. خلاص يا حبايبي فرست بيض البط وبيض الوز اللي كان موجود هنا المليان، دخلته مع البيض الكميه اللي كانت بسيطه هنا، والفاضي معانا اهوت بيض الوز كله طلع فاضي وكميه من بيض البط. رصيت بقى بيض الفراخ اللي كان جاي لي بقى الاخر، رصيته اهوت وكان معاهم 4 بيضات رومي، فرصيتهم هنا في الفقاسه بتاعتي مفتوحه بقى لها فتره، فبدات انها تسقط حراره، فانا هقلب البيض كده على السريع عشان نقفل الفقاسه بتاعتنا. اللي محتاج تقليب هنقلبه، وانا بتهيألي لسه مقلبه ده دلوقتي، اقلبه كمان مره بقى مش مشكله عشان نقفل الفقاسه لانها بدات تسقط حراره. فاتحاها من ساعتها كده ما عادش عندنا مكان في الفقاسه. استنى بقى ان شاء الله لما يطلع معانا انتاج جديد نبدا ناخد تاني. يعني اللي هيجي لنا على بيض هنقول له يا جماعه ما عندناش مكان، يعني يقول عايز احط بيض اقول له ما عنديش مكان، لان فعلا قدامكم اهوت ما فيش مكان، فالله المستعان بقى. اللي هيطلع عندنا قريب هنبدا ناخد مكانه ونحط. كده خلاص قلبنا كل البيض اللي موجود معانا، يعني لو جالنا حاجه ممكن نحطها في ثبت الهاتش لحد ما يجي يطلع حاجه نقوم رصينها مكانها. كده خلاص رصينا كل البيض اللي موجود معانا. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. اوريكم بقى الفراخ اللي طالعه معايا وانا استقبلتهم، كنت صورت معاكم وانا بستقبلهم بس كلكم شايفينهم في الفقاسه، فقلت عادي يعني بالاستقبال كلكم عارفين انا بستقبل على ميه بسكر وعلف وخلاص، مش بعمل اكتر من كده. مقفله عليهم تماما عشان الجو وحش، الجو وحش جدا، فانا مقفله عليهم تماما عشان ربنا يسترها ما يحصلش فيهم اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاطه في الدور الارضي عشان ان شاء الله يبقى عندنا دفعه قريب نحطها في الدور الفوقاني على طول. بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو زي ما انتم شايفين 29 كتكوت بتوعنا اللي طالعين، ربنا يبارك فيهم يا رب اللهم امين ويرزقنا فيهم خير ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع يا رب اللهم امين. اهو ده هندي وفيه كم كتكوت بلدي كده وفيهم بزرامين. بسم الله ما شاء الله. ربنا يرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره، ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب اللهم امين. قدام منهم لسه ميه بسكر اهيت مش هتلاقي اسيبهم يكملوها، وقدام منهم العلف بتاعهم. بسم الله ما شاء الله الفرخ فايق وبيجري وحيويته عاليه جدا جدا. انا اكتر ما عملت
غيرت الفرشه، كرست السلكات حلو وغيرت الفرشه ورشيت جير وفرشت التاب. ده اللي انا عملته وياه. بسم الله ما شاء الله. الفرخه التانيه من ساعه ما نقلتها من هنا برضو فاقوا معانا، رغم ان كان فيهم كتاكيت بتموت. مجرد ما نقلتهم من هنا فاقوا. انا لما قلت لكم ان الطيور لما بتغير لها المكان بتبقى حلوه بتفوق معاكي. ممكن يكون المكان ده مش ماشي معاهم وفيه مشكله. هقفل الشوكولاته دي دلوقتي حالا واعملها لهم اظبطها لهم. من ساعه ما نقلتهم هنا بسم الله ما شاء الله حلوين وبياكلوا وبيشربوا. الله اكبر عليهم، ربنا يبارك فيهم يا رب. اهو بسم الله ما شاء الله. لسه البط اصحابه ما جوش خدوه. ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. حاجه جميله جدا جدا، الله اكبر. بتص على اصحاب البط اللي كنت على شمالنا هيطلع لهم بط في بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل فيه ايه؟ اللي حصل حاجه قرصاك ولا ايه؟ مش عارفه الفرخ البراهمه ده ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. طب فيك ايه قولش؟ انا دخلت لقيته نايم كده على جنب كده، مش شنك ده ولا ايه؟ طب فيك ايه؟ مش عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا لو عارفه مشكلتك لا في اسهال ولا في اي حاجه، اتكتف مره واحده كده ليه بقى؟ مش عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا خير الحمد لله. ده ديك يا جماعه زي ما انتم شايفين، دخلت لقيته بالمنظر ده. مش عارفه في ايه بالظبط. اتحشر هنا، ممكن حشرته هنا اثرت عليه، مش عارفه. الله اعلم الله اعلم. لو لنا نصيب فيه هيمشي وهيبقى تمام، مالناش نصيب فيه بقدر الله ما شاء فعل. مش عارفه، ماليش نصيب في البراهمه ليه اصلا. ماليش نصيب في البراهمه خالص. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فالحاجه اللي بتبقى معصلجه من اولها كده ما بتصحش خالص. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. لقيت الفراخ الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله حلوين جدا جدا، مش فيهم اي مشكله. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنوا فيديو جديد، بس بالله عليكم في اخر الفيديو بقول لكم ما تنسوش تدعوا للاولاد اللي توفت والبنت اللي في المستشفى، ادعوا لها بالشفاء ان ربنا يشفيها يا رب. بصوا يصبر اهاليهم يا رب ويتغمدهم بالصبر والرحمه يا رب، ونزل على قلبهم السكينه، لان فعلا صعب جدا جدا اللي مروا بيه النهارده. ربنا يصبرهم يا رب ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.